يعطيك العافية، ألف مبروك الفوز. لماذا تأخر الهلال في التسجيل اليوم؟ هذا السؤال الأول اللي يطرح. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على هذا الفوز. نهدي الفوز هذا للأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير نواف بن سعد ولجمهور الهلال. طبعا الهلال كان ضاغط من بداية المباراة، بس الرايد كان مدافع وهذا اللي أخر الهدف. الحمد لله قدرنا نسجل الهدف الأول والثاني ونقدر نحصل 3 نقاط الحمد لله. حين ظهر الشوط الأول سلبي، ماذا قال لكم دول بين الشوطين؟ والله قال لازم نلعب على الأطراف ونحاول نضغط الخصم في ملعبه ونحاول نسدد من خارج ال 18. كابتن، بعد اللعب في ملعب الهلال الجديد بالفعل كانت الأرضية تختلف، يعني الأرضية الملعب الهلال هي ملساء أكثر، التمرين فيها تمرير من خلالها يكون أسرع من ملعب الأمير فيصل، لاحظته اليوم؟ بلا شك لما تكون أرضية صالحة يعني ممتازة تساعدك على التمرير وعلى التحرك. الحمد لله يعني هذا اللي ساعدنا الحمد لله. طيب كابتن محمد نامي، حينما تحضر تصفق لك الجماهير كثيرا، تهتف باسمك دائما. انا يعني لدي احساس منذ قدومك الهلال في احساس بوجود قرب بينك وبين الجماهير. والله نقول إن شاء الله نكون حسن ظن الجمهور. بصراحة جمهور الهلال بيحرجنا دائما بتواضعه وبتشجيعه لنا، وانا اتمنى والله بكل جهدي بصراحه انا وزملائي اللاعبين اننا قد ما نقدر اننا نقدم الشيء اللي يرضي الجمهور والشيء اللي يسعد الجمهور. وانت حاسس انك رضيتهم كابتن؟ والله بصراحه قد ما نعمل قد ما هذا لسه ما نرضي جمهور الهلال. جمهور الهلال طموحه كبير وان شاء الله نلبي هذا الطموح ان شاء الله. بس برضو الجمهور يقولون انه اليوم ما فك زي المباريات اللي راحت، يعني المباريات اللي راحت كان يفك على المرمى كثير. والله كل مباراة له ظروفها، زي ما قلت لك فريق الرايد كان مدافع اليوم، كان يلعب على المرتدات، هذا اللي أخر النتيجة واللي ما ساعدنا يعني إن نوصل للباب كثير. سمعت المفردة اللي كنت أقولها لك، قلتها لك بعد مباراة القصيم، كلمة وحش يا نامي، سمعتها من أحد ثاني غيري ولا لا؟ أكيد سمعتها. إيه أكيد. من مين؟ والله بقى زي ما قلت لك بعض الجمهور يعني، وإن شاء الله نكون حسن ظنهم إن شاء الله. طيب إيش رأيك في المايك؟ والله أنا فجعني المايك طولان شوية يعني، أخبره قصير. شكرا.